معلش عندي رسالة للأمهات بالذات. جميل. رسالة للأمهات إنهم يراقبون شيبانهم. أنا قبل 5 سنوات عندي حساب في تويتر. المهم كذا أفتش لقيت أبوي شاعر. ما شاء الله. إيه لقيت أبوي، وهذه الرسالة لأمي بعد عشان تنتبه. لقيت أبوي شاعر ويكتب شعر وادخل على حسابه، ما اعرف، انا ما دريت ان حسابه، بتاكد لقيته والله لا طايح في الشاعرات والشعراء الا ويرد على الشاعرات جاريهم. قلت والله الشايب ما هو مضبوط. اي والله عليه ملاحظات، وانا عبر قناتكم هذه بفضحه. كنت مبتزه يعطيني مبلغ وجحدني الرجال، لكن بفضح. المهم يجزاك خير. المهم رحت كتبت له: يا ابوي لا تكتب غزل وانت ممنوع، لا تهور، خلك انسان ذمي، تراك غالي والوفاء حق مشروع، ولا قسم بالله لعلم. قال تبغى تضربني ديار انظم موجوع، لا تصير ضدي وانت لحمي ودمي. يا سلام. ابك امك من اول كان تمشي لي بطوع، لكن عقب شيبت قامت تتسمى. هذا الله. انت يا ولد خذ راحتك. انت انت تشرب بينهم والله ماشي وراح الولد يخرب بينهم. قمت تنبش ورا الشايب ولا عاد خليته ياخذ راحته. الشاد قوي 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 بس انها هي عيارة بس ولا لا؟ اقول هي عيارة ولا لا؟ هي اكيد. هي اكيد. الا حبية حبية وهذا البر، وهذا البر انك تجاري ابوك في. انا ارتعت يوم قالت صدقت لا يزعل علينا عبد الوالد مقامه فوق روسنا الله يطول. وكبر الرز، لكن كبر الرز شوي في ابداد وحط عشان مساجله بينهم.